طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ده موسم حصاد الفول السوداني في المنوفية. الأرض ما شاء الله. الجرار بيمشي ويخلع الزرع من خلال آلة معينة تبحث الجذور من الأرض، وبعد كده بيتم تنقية الحبوب اللي فيها. بعد كده يتم حرث الأرض مكان الحبوب القديمة الحبوب دي، وبيتم بعد كده حرث الأرض من جديد وتنقية الحبوب وتعبيتها. دي لسه بداية البشاير الحصاد، ودول كام قدرة كده مزروعين في قلب الأرض. الحمد لله لقيت لي فيهم كام كوز، فاخدتهم وهنروح نعمل حفلة شوي عليهم النهارده. وده الفول السوداني في المنوفية، وده الجرار اهو بيشتغل. حتى ابو اردان ربنا بعته طبعا بيلاقي رزقه بعد تقليع الجور السوداني السقان من الارض. طبعا بيبقى في ديدان في الارض وكده، فابو اردان بيخش ياخد رزقه ونصيبه، وكل واحد ربنا يبعت له رزقه. طبعا الفول السوداني من الحبوب اللذيذة جدا، بيستخدم في التسالي، له استخدامات كتير. بعد ما بيتم تجميعه من الأرض بيتم بيعه للتجار بالأرداب. بعد كده بيتم بيعه لأكتر من جهة، سواء للمقالي اللي بتبيع اللب والتسالي، أو لبعض مصانع الطحينة، لأن بعض الفول السوداني أحيانا بيتم استخدامه في صناعة الطحينة زي السمسم، او بيتم منه استخراج زيت اللي هو زيت الفول السوداني. طبعا العرش الاخضر ده بعد ما بتتنقى الحبوب منه بيحصل حاجه من اتنين: اما ان صاحب الارض بيبيعه للناس عشان تاكله المواشي، او بيتم تجميعه وتخزينه على السطوح وتجفيفه لعمل حاجه كده اشبه بحاجه تسمى الدريس، يعرفها الفلاحين كويس. والدريس ده بيستخدم زي علف مجفف، بيتم عمل البرسيم نفس الحدوته برضو. وبعد ما يتم استخدامه بعد كده لما ينشف، بيتم استخدامه في الاوقات اللي هي ما فيهاش خضره لحين ظهور البرسيم. طبعا البرسيم لسه هيتزرع، اهي الارض قدامنا هي لسه فاضيه، لسه ما اتروتش، لسه بتتجهز عشان يزرعوا فيها برسيم. فطبعا البرسيم لسه قدامه على الاقل شهر ونص ولا حاجه عشان يبقى فيه برسيم هنا في المنطقه. فالناس بتستخدم عرش الفول السوداني ده كنوع من العلف في الفترة اللي الفلاحين بيسموها عليها فترة الجوعة، اللي هي ما فيهاش أكل المواشي. وادي الأرض اهي، ده الجزء اللي تم تقليع العيدان منه وتم تنقية الحبوب اللي على الوش. لكن احنا لسه ما شايفين هون في حبوب تاني، ده لسه كله بيتحرث، وبعد ما بيتحرث بيتم تجميعه من جديد. هنشوف عود اللي تم قلعه عشان نشوف حجم الحبوب اللي فيه والثمار اللي فيه. بسم الله. ادي العود اهون، كودي اهي ما شاء الله. زرع هايل وحبوب كويسه برضو نفس اهون، نجيبه كده ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك لصاحب الارض. الدنيا ماشيه تمام. والفول السوداني من المحاصيل اللي بيعول عليها الفلاحين في بعض الاحيان، ان هم بعد البيع بيكون في عائد منها كويس. ربنا يبارك لكل اللي زارعين ويجبر عنهم، لان الزراعه دلوقتي اصبحت مكلفه جدا، ما بين ايجار ارض وما بين سماد وما بين ري، ما بين تسميد، ما بين جرارات والات زراعيه بتقوم بالحرث وتسويه الارض، واحيانا الارض بيتم تسويتها بالليزر. فربنا ييسر للجميع ان شاء الله. احنا شايفين الجرار اهو بيقلع، وابو اردان ما زال يواصل رحلات المطارده خلف الجرار. وده منظر عام للارض هنا في المنوفيه. احنا واقفين تحت خط الضغط العالي المغذي لشبكه كهرباء اسنا، وادي المواشي اللي بتاكل في الارض.
يا سني عامل ايه؟ وادي المنظر عام على الجبال. ادي الراجل الشقيان في الارض اهو، ربنا يبارك له في ارضه. بيقلع مع الجبار، وان شاء الله ربنا يبارك له، ربنا يبارك له ان شاء الله. ادي المحصول اهي، ادي كوديا اتقلعت من الارض، هذا المحصول ما شاء الله. ارفع كوديا فوق اهو يا باشا، اهو يا باشا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ادي الحبوب اهي ما شاء الله. لسه في الارض تاني، ده بس اللي ماسك في العود، لكن الارض لسه فيها تاني. ادي الجردل اهو فيه ما شاء الله، وربنا يوسع عليهم ويزود رزقهم. تمام، يلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.